دي من احلى السلطات اللي بتساعدني ان انا معكش في الدايت، وحرفيا هي من ألذ السلطات اللي انا بعملها. وجبه كامله فيها كل اللي احنا عايزينه ومش عايزه اي حاجه تانية جنبها. اول حاجه بصلايه صغيره خالص اقطعها شرايح رفيعه، وفي السلطات بيكون ألذ ان احنا نقطعهم كده مش جوانح بالطول. هحطهم في طبق عليهم رشه ملح ونص معلقه صغيره من السكر ومعلقتين كبار من الخل. هقلبهم في بعض كويس واسيبهم على جنب 10 دقايق على ما اكون حضرت باقي الخضار. اهم حاجه في الخضار الطماطم ما تكونش ناشفه قوي، عايزين منها سوائل كتير. هقطعها شرايح، والشرايح هقطعها مكعبات عشان عايزاها مكعبات صغيره خالص. في الطبق اللي هعمل السلطه احط معلقتين كبار من البرغل، ممكن تزودوا حسب الكميه اللي انتوا عايزين تاكلوها. هضيف عليهم عصير ليمونتين حجمهم متوسط. هيكون البصل اللي قطعته في الاول خلاص جاهز. احط البصل بكميه الخل اللي فيه كلها، بعدها اضيف كميه الطماطم اللي قطعتها مكعبات وعليها رشه من الملح عشان تنزل ميتها. انا عايزه سوائل كتير للبرغل يتشربها علشان يكون جاهز للاكل. بعدها احط اي خضار تحبوا تاكلوه. بحط بقدونس والشبت كمان بيكون لذيذ قوي، فلفل رومي، شويه من الكابوتشا وشويه من الجرجير، معلقتين كبار من السويت كورن بتدي طعم لذيذ قوي، وشويه فلفل حامي لو تحبوا تاكلوا الحاجه سبايسي. اخر حاجه هضيف التونه. انا بحب استخدم اللي هي في محلول ملحي، وبلاحظ ان ملحها دايما قليل، فتظبطوا الملح وشويه كمون وبس كده. على ما كنت جهزت كل الخضار كان فات 10 دقايق تقريبا. البرغل خد وقت انه يتشرب كل السوائل وكان طري وبقى جاهز للاكل. احلى حاجه للبرغل ان احنا ما ننقعهوش في ميه او نغسله، نسيبه يتشرب كل السوائل في الطبق اللي احنا بنحضره علشان ياخد من كل الاطعمه. وحرفيا دي من اكتر السلطات اللي انا بحبها وممكن اكلها كل يوم عادي. وبس كده.